سلام حبوباتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده. انا الحمد لله. اليوم جبت لكم وصفه وان شاء الله تنال اعجابكم، اللي هي حنديروا لي سيجار معسلين. واش نحتاجو حنا في المقادير؟ نحتاجو 2 كيسان تاع الفارينه، عندي نص كاس تاع السمن يكون دايب وبارد، نص كاس تاع المكسرات ولا تقدروا ديروا كاس اللي كان متوفر عندكم، ونسحقوا رشه تاع الملح، رشه تاع الخميره تاع الحلوه، ونسحقوا لهنا ماء مع المزهر باش نلمو به العجينه تاعنا. وقبل ما نبداو في طريقه التحضير نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا لي ابوني والضغط على الجرس باش يلحقوكم كامل لي فيديو جديد اللي نحطهم. دوكا يلا نروحوا لطريقه التحضير. كما كنتوا تشوفوا هاني جبت الريسيبي ونخلط فيه المكونات ديالي. عندي كما قلت لكم 2 كيسان تاع الفارينه، ونحتاجو رشه صغيره تاع الملح هكذا. هذه قريب لاباط تاعها كي القريوش، برك ما نورقوهاش كذا، نخلطو مليح ومن بعد نديرو كما كنتوا تشوفوا حفره هكذا في الوسط ونفرغوا هذاك السمن. واللي ما كانش عندها سمن تقدر دير المارغرين نورمال. كما كنتوا تشوفوا نجي نخلطها كذا مليح حتى تبسس هذيك الفارينه مع السمن عفوا. وتبداو تحكوها كذا مليح باش ما يقعد لكمش هذوك البراكس الحبيبات. ونضيفو كما كنتوا تشوفوا نص كاس تاع الكاوكاو يكون مرحي شويه خشين. وانا درت كاوكاو، نتوما تقدروا تستعملوا اللوز، جوز اللي كان عندكم، المكسرات اللي كانوا عندكم تضيفوهم. دوك هكذا بعد ما خلطت كما كنتوا تشوفوا مليح وهذاك السمن تخليه مع الفارينه، نجي نلم العجينه تاعي بالمزهر مع الماء هكذا. من بعد نعجنوها هكذا حتى ل5 دقائق ونخلوها ترتاح نص ساعه. ما بين نكونوا حنا نروحوا نخدموا الحشو تكون لاباط تاعنا ارتاحت. انا قريب درت لي كاس تاع المزهر كما كنتوا تشوفوا، بقى غير شويه ها، ما بقاش بزاف. شوفوا شحال بقى لي. كما قلت لكم نعجنوها هكذاك شويه في 5 دقائق نخلوها ترتاح. شوفوا كيفاش جات العجينه هكذا. دوك نروحوا نوجدوا المكونات تاع الحشو ونولوا. وحنا واش نحتاجو في المكونات تاع الحشو؟ نحتاجو كاس ونص تاع الكاوكاو يكون مرحي كما كتشوفوا شويه خشين، عندي مغرفه صغيره تاع السمن، وعندي مغرفه كبيره تاع السكر عادي، ونسحقوا المزهر باش نلمو به الحشو ديالنا. دوك يلاه نروحوا نخلطوا مع بعض. نحطوا كما قلت لكم الكاس تاع الكاوكاو كاس ونص، ونزيدوا نحطوا مغرفه كبيره تاع السكر عادي، مغرفه صغيره تاع السمن هكذا.
شكلنا عجينه. كما كتشوفوا هاي ليك سابو شكلت لنا عجينه. كما كتشوفوا هاي ليك بقات تعبات ما ريحات نجو. كما كتشوفوا نحلو هكذا تساعدكم بلا ما تضيفوا الفرينه فيها السمن حتى تكون بسه. انا نحلها رقيقه. نجيب الجراره ديالي باش نقطع بها، نقطع على شكل مستطيلات. وهذه لاباط الزايده هذه تعاودوا تلموها وتستعملوها عادي، تلموها هكذا كما كتشوفوا. نخلو المسافه هنايا هكذا نقطعوا. شوفوا نتوما شحال الخط تاعكم ديروه طولوا العرض. انا درت 10 سنتيم على 12 باش تحبوش من الحشو هكذا. تشوفوا انا باش دوك اذا كتشوفوا فيا مليح ولا لا نعاود نتازلكم لاباط هكذا باش تشوفوها في الوسط هكذا. واش نخو شويه يديكم بالماء باش هذيك الحشو يلصق لكم هكذا. ديروا هنايا بالماء ومن بعد دوروه هكذا لا يعقد هكذا. انا درتها شويه كبيره نقص زياده هذه ونغلقها. غلقوها هنا مليح باش ما تفتح لكمش كما كتشوفوا هكذا. نكمل كامل الكميه ومن بعد نروحوا نقلوهم. عمري كيفاش يجي الشكل تاعهم. نزيدوا وحده باش تشوفوا مليح هكذا. نقطع ما يهمش شحال تقطعوا من وحده، المهم تقطعوهم شويه رقاق، تقطعوهم خشان. نزيد كما قلت لكم نديروا الحشو هنا ونديروا شويه تاع الماء باش هذيك الحشو تاعنا يلصق هكذا. ونلونو كما كتشوفوا حاجه بزاف سهله. ونغلقوا كما قلت لكم من في الاطراف باش ما يتحل لكمش هكذا. انا نكمل كامل الكميه اللي بقات لي ومن بعد نعاودو نولو. كتشوفوا هاي ليك الحلوه تاعي في طبق التقديم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. دوكا حبيباتي ما بقى لي غير نخليكم نقول لكم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. واذا حبيتك شي وصفات ولا لي فيديو ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير وانا اكيد راح نلبي طلباتكم. نقول لكم نحبكم بزاف 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 يا احلى متتبعات. مع السلامه.